خطوات تعلم أي لغة في خلال أيام قليلة جدا جدا. النهاردة هقدم لكم فيديو مختلف خالص، وهو عبارة عن ملخص لكتاب Fluent Forever أو بطلاقة للأبد. الكتاب ده من أشهر الكتب اللي اتعملت عن تعلم أي لغة أجنبية، وطبعا ممكن نطبقه على تعلم اللغة الإنجليزية. هقول لكم النهاردة في خلال دقايق قليلة جدا ملخص الكتاب، وكأنك قريته بالظبط وتاخدوا منه الاستفادة الكاملة بإذن الله. تابع معايا فيديو النهاردة للآخر لأنه مهم جدا وهيعجبكم إن شاء الله. اهلا بيكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء، ولو اول مره بتشوفوني فاهلا بيك، نورتني. اتمنى انك تشترك دلوقتي حالا معايا في القناه وتفعل الجرس كمان، ويوصلك دروس انجليزي مناسبه لكل يوم، وان شاء الله هتستفيدوا منها. تعالوا بينا النهارده نبدا ملخص كتاب Fluent Forever او بطلاقه للابد. مؤلف كتاب Fluent Forever هو جابرييل واينر. هو في الحقيقة بيشارك لنا تجربته الشخصية عن تعلمه لأكتر من لغة أجنبية، وإن هو في الحقيقة بيبدأ وبيقول إن هو فشل كتير جدا وجرب حاجات كتير جدا خطأ، وبالتالي لما بدأ إن هو يتعلم بالطريقة الصحيحة قرر إنه يعمل الكتاب اللي إحنا هنتكلم عليه النهاردة، بحيث إن هو يشارك تجربته في الخطوات الصحيحة لتعلم أي لغة أجنبية، مش بس اللغة الإنجليزية يعني، فتقدر تطبقها في أي لغة أنت حابب إن أنت تتعلمها. فبيقدم لنا 7 خطوات هو طبقها بشكل شخصي، وهي فعالة جدا جدا في تعلم أي لغة. تعالوا بينا نبدأ وأقول لكم إيه هم ال7 خطوات اللي هو شاركها معانا. أول حاجة خالص وهو التعلم من خلال الصورة والقصة. الكاتب هنا بيحكي لنا أو بيقول لنا إن في نوعين مختلفين من أنواع أي أشخاص حابين إن هم يتعلموا في حياتهم. أول شخص خالص اللي بيبدأ إن هو لما يجي يتعلم أي لغة أجنبية إن هو يترجمها للغة الأم على طول، يعني في حالتنا مثلا يترجم على طول للعربي، وده حاجة غلط جدا. والنوع الثاني وهو الأنجح طبعا اللي بيربط التعلم دايما بصورة وقصة، فبالتالي بيعمل معاها حاجة اسمها personal connection أو رابط شخصي. خلاص انت اوريدي ربطت نفسك ربط شخصي بالكلمة اللي انت عايز تتعلمها او الجملة او هكذا. خلونا مثلا نقول مثال ان احنا عايزين نتعلم كلمة cat يعني قطة بالانجليزي، عايزين ان احنا نحفظها. لو فضلت اكررها اكتر من مرة كده بس هنلاقي ان انا نسيتها على طول. لكن لو بدأت احطها في سيتويشن او في موقف، مثلا my grandmother had a cat يعني جدتي كان عندها قطة، بالتالي انا بدأت ابني عليها موقف، ان انا ابني كلمة قطة بالقطة اللي كانت عند جدتي، فبالتالي ربطتها بذكرى وهكذا. فبالتالي اول حل واول خطوة خالص هو اتكلم عنها وهو التعلم من خلال الصورة والقصة. تاني حاجة وقت المذاكرة ان احنا نطبق حاجة اسمها او سيستم اسمه spaced repetition. تقدر ان انت تبحث عن التكنيك ده او السيستم ده وتعرف عنه اكتر، اسمه التكرار المتباعد. معناها ايه؟ ملخص كده او بشكل بسيط جدا جدا عشان اسهل لكم المعلومة، معناها ان انت كل وقت لازم تعمل مراجعة على اي معلومات انت اتعلمتها قبل كده. مثلا ممكن تثبت يوم في الاسبوع تبدأ تعمل فيه مراجعة على كل الحاجات اللي خدتها او ذاكرتها خلال الاسبوع اللي فات وهكذا. المهم ان انت توقف نفسك دايما وتعمل مراجعة، ده بيساعد ان انت تحتفظ بالمعلومات والكلمات والجمل اكتر في ذاكرة المدى الطويل. هسيب لك دلوقتي حالا في الاي فيديو مهم جدا جدا انا كنت عملته عندي هنا على القناة، بشرح لكم فيه ازاي ان احنا نقدر نحفظ الكلمات والجمل الانجليزية بشكل اطول واسهل، وكمان الفرق ما بين ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل، وازاي نقدر نحتفظ باي معلومات عن اي لغة بنتعلمها في ذاكرة المدى الطويل، وبالتالي تقعد معانا وقت اكتر. مهم انك تشوفوا الفيديو ده جدا، هيساعدكم بشكل كبير. ولكن هنا في الكتاب تاني حاجة هو تطبيق نظام التكرار المتباعد spaced repetition والمراجعة كل فترة. ثالث نصيحة وهو استخدام نظام الريكولينج وليس الاوفر ليرنينج. يعني ايه بقى الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني بمنتهى البساطة جدا ان احنا نعتمد على نظام التذكر والاسترداد.
ازاي بقى؟ في الكتاب بيشرح لنا او بيحكي لنا على تجربة علمية عملوها على مجموعتين من الطلاب. هما الاثنين المجموعتين ادوهم نفس الوقت علشان يذاكروا كمية معينة من المعلومات. المجموعة الاولى قعدوا وقت طويل جدا وقعدوا يحفظوا كلمات كتير وجمل كتير ويذاكروا كتير جدا، ودي نظام اسمه الاوفر ليرنينج. اما المجموعة الثانية فهي الحقيقة استغلوا وقتهم بشكل كويس جدا وبدأوا يذاكروا واحدة واحدة، وفي نفس الوقت ان هم بدأوا يكتبوا وهم بيذاكروا. وبعد مرور الوقت ولما جم يقيسوا المعلومات اللي ذاكرها كل من المجموعتين، لقوا ان المجموعة التانية عملت نتيجة افضل وقادرة ان هي تتذكر الكلام اللي هم ذاكروه بنسبة 35% اكتر من المجموعة الاولى اللي فضلوا يحشوا دماغهم ويذاكروا حاجات كتير جدا. زي مثلا طلاب الثانوية العامة عندنا مثلا في مصر للأسف لما بيجوا يذاكروا بنلاقي ان احنا غصب عننا عمالين نحط كلام كتير قوي قوي في دماغنا ونلاقي ان احنا بننساه بسرعة جدا. لكن هنا النقطة هو ان احنا نستخدم نظام الريكولينج او التذكر والاسترداد، وان انت دايما تعتمد وانت بتذاكر على الكتابة على طول. النصيحة رقم 4 وهي تعلم الأصوات قبل القواعد والجرامر وهكذا. هقول لكم مثال بسيط جدا جدا وهو المسلسلات التركي اللي احنا بنتفرج عليها كلنا. مع الوقت هتلاقي ان احنا مع ان احنا مش معرضين خالص للغة التركية، ولكن مع الوقت من كتر ما احنا عمالين نسمع مسلسلات ومواقف وهكذا اكيد هتلاقي ان انت لقطت بعض الكلمات وبقيت عارف ازاي بتتنطق وبقيت كمان فاهم معناها وفاهم المواقف اللي هي بتتقال فيها. فده يدل على أهمية انه تعلم اي لغة بشكل عام. لو اعتمدت ان انت بتتعلم الاول الاصوات وبتسمع على قد ما بتقدر، ده بيساعدك بشكل كبير جدا جدا ان انت تتعلم بشكل اسرع وتفهم اللغة دي بشكل اسرع حتى قبل ما تبدأ ان انت تتعلم الرولز او القواعد والنطق والجرامر والكلام ده كله. خامس نصيحة الكاتب بيحكي لنا عنها وهي تعلم كالاطفال. يعني ايه؟ يعني بيكتب لنا نصيحة بيقول لنا فيها ان احنا نتعلم ببساطة جدا وناخد الامور يعني واحدة واحدة وخطوة خطوة. ما يجيش اي حد حابب انه يتعلم اي لغة يدخل على طول ويلاقي نفسه بيشوف افلام صعبة او مثلا بيقرا روايات كبيرة او هكذا. ده انت هتحس على طول ان انت محبط وان انت اصلا مش عايز تتعلم ولا عايز تكمل لان انت مش فاهم اي حاجة خالص. لا، احنا هنتعلم بالظبط كالاطفال. الطفل لما بيجي يتعلم الاول بيبدأ بالحروف وبعد كده كلمات بسيطة وبعد كده جمل بسيطة وهكذا. لما هناخد السلم واحدة واحدة هتلاقي نفسك فعليا ان انت بدأت بتتعلم اسرع وبتتطور بشكل افضل واسرع باذن الله. والنصيحة رقم 6 في الكتاب وهي تعلم القواعد بالقصص. يعني ايه؟ يعني لما تيجي عايز تتعلم اي جملة حتى لو بسيطة، ابدأ ان انت غير من الجملة دي نفسها وابدأ ان انت قول عليها قصص وحطها في مواقف مختلفة. خلينا نقول مثال، احنا عايزين نتعلم جملة she is a teacher. she is a teacher يعني هي مدرسة. بعد كده انت في الاول طبعا تحس ان دي حاجة بسيطة وانا ما اتعلمتش اي حاجة، لكن انت ابدأ واحدة واحدة قول عليها جمل تانية بسيطة بنفس السياق. يعني مثلا she taught many students. she taught many students يعني هي درست لي طلاب كتير. students loved her. students loved her يعني الطلاب حبوها. شوفوا احنا كده عمالين نعمل قصص وعمالين نزود ونقول جمل 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 كده انا بقولها معاكم حتى دلوقتي، بحيث ان احنا بنتعلم الجملة الاساسية اللي هي she is a teacher وكل المواقف اللي ليها علاقة بيها، وبنتعلم جمل بسيطة هتخلينا ان احنا نقول قواعد بشكل ابسط واسهل، ونتعلمهم كمان بشكل تلقائي في عقلنا اللاواعي بربطهم بهذه القصص. سابع واهم نصيحة انا بشوف بجد ان انا اتعلمتها من الكتاب ده هي نقطة الاعتماد على الترجمة. اوتوماتيك اول ما اي حد بيبقى عايز يتعلم اي لغة للاسف بنروح نعمل ايه؟ نجيب قاموس للغة بتاعتنا الام مترجم، يعني مترجم اللغة دي للغتنا احنا الام. فبالتالي مثلا في حالتنا هتكون اللغة العربية، فاروح اجيب مثلا قاموس انجليزي عربي. الطريقة دي غلط جدا جدا جدا، حقيقي هتخلي عندك صعوبة ان انت تحفظ الكلمات او الجمل الانجليزي اللي انت عايز تتعلمها. هتلاقي دايما دماغك انت معودها انها تترجم من اللغة الانجليزية للغة العربية وهكذا. لا، انت اتعود تدريجيا ان انت تاخد قاموس انجليزي اللي هو من نفس اللغة اللي انت عايز تتعلمها نفسه. هتبدأ تقرأ واحدة واحدة الشرح البسيط للكلمة، هتفهمها، هتاخد كلمات اكتر. ده هيزود عندك حصيلة
الكلمات، هيزود عندك ثقتك بنفسك، هيزود عندك فهمك كمان للغة اللي انت عايز تتعلمها، بدل ما انت تبقى حاطط دماغك على طول في مود الترجمة او ان هي بتترجم من اللغة اللي عايز نتعلمها للغة الام. وده كده كان ملخص كتاب Fluent Forever او بطلاقة للأبد، زي ما قلت لكم من أنجح الكتب اللي اتعملت عن تعلم أي لغة أجنبية. والحقيقة إن ال7 خطوات بسيطة جدا وسهلة ونقدر إن احنا نستفيد منها. حبيت إن أنا أشارك معاكم الفيديو ده، وحاجة أنا قريتها وتعلمت منها كتير وفرقت معايا كتير وبشكل كبير جدا، فبالتالي انتوا كمان تقدروا إن شاء الله إن انتوا تستفيدوا منها وتتعلموا منها وتفرق معاكم بإذن الله. عايزاكم إن انتوا تشاركوني رأيكم في النوع ده من الفيديو، ولو حبيتوا النوع ده كمان من الفيديوهات اكتبوا لي دلوقتي حالا في الكومنتس علشان اقدر اعمل لكم فيديوهات اكتر من نفس النوعيه ان شاء الله انها تفيدكم. واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. بليز لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، وما تنساش انك تشترك طبعا في قناتي انجلش فلوج وتفعل الجرس كمان، هيوصلك دروس انجليزي مناسبه لكل يوم ان شاء الله. واتمنى يا رب ان انتوا تقدروا تحققوا هدفكم وتطوروا الانجليزي بتاعكم. اشوفكم على كل خير باذن الله في فيديو جديد وحلقه جديده. باي باي.